السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، بجد جميلة جدا وسريعة ومنجزة ومش هتاخد معاكي وقت خالص، هي بس الوقت اللي هتاخده في التسوية في الفرن، غير كده مش هتاخد معاكي وقت خالص. وفي الوقت اللي هتكون فيه صينية البطاطس في الفرن هنعمل رز بشعرية وهنعمل سلطة، وبكده نكون عملنا أحلى وأجمل وأسهل وأسرع غدا مش هياخد مننا وقت خالص. معايا الصينية اللي هعمل فيها صينية البطاطس، هنزل فيها بمعلقتين سمنة ومعلقة زيت، وهنزل ببصلتين كبار مقطعين نص حلقات. انت ممكن تقطعيهم نص حلقات، ممكن تقطعيهم حلقات كاملة، ممكن تقطعيهم مكعبات، اي تقطيعة انت تحبيها مش هتفرق خالص في صينية البطاطس. انا هنزل بالبصل وهحط عليه معلقة ملح وهشوحهم كويس مع بعض. انا مش عايزة البصلة تحمر معايا، انا بس عايزاها تتدبل شوية وتديني لون اصفر خفيف. وهنزل كمان عليها بمعلقة توم مفروم، واول ما تصفر معايا البصلة وتتدبل شوية هنزل بالفلفل المقطع مكعبات. انا بحب ادبل الفلفل والبصل مع بعض، لان لما بيتدبلوا مع بعض بيدوني ريحة وطعم خطير جدا. انا مش بحمر البصلة، انا بس عايزة البصل يتدبل معايا ويديني لون اصفر خفيف. وهنا هنزل عليهم بالفلفل المقطع، اقلبهم كويس مع بعض واخليهم يتدبلوا كده شوية مع بعض، ياخدوا يدوا كده مع بعض شوية، وبعدين هنزل عليهم بالتوابل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا هنزل عليهم بمعلقة صغيرة كزبرة ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهقلبهم كويس مع بعض. واول ما يتقلبوا مع بعض وريحة التوابل بتظهر كده وتطلع، هنزل عليهم بالبطاطس المقطعة حلقات واقلبهم كويس مع بعض، واخلي عايزة البطاطس تشرب من الفلفل والبصل، ويتشربوا كده مع بعض. قبل ما انزل عليهم بالطماطم هشوحهم كويس مع بعض كده كام تقليبة، وبعدين هنزل عليهم بعصير الطماطم. ممكن انتي لو عندك صلصة ممكن تحطي صلصة، مش هتقولك لأ، بالعكس هتبقى كمان جميلة جدا. هنا بنزل عليهم بشفشة عصير طماطم. هنا بيتقلبوا كويس مع بعض، هم مش هخليهم يغلوا كتير، هي كام غلوة بس وهقفل عليها النار. وهنا انا خلاص انا بظبط الصينية وهقفل النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا خلاص انا فصلت النار. هنزل عليها بالفراخ المنقوع. فراخ انا بنقعه بمية سخنة بتغلي مع ملح وليمون. الخلطة دي بتخلي الفراخ مفيهوش اي ريحة زفرة خالص، وبتخلي طعم الفراخ جميل جدا. بس اهم حاجة تكون الفراخ طازة وما تكونش متفرزة. وهنا هظبط الصينية واحط على وش الفراخ من الصلصة اللي في الصينية، وكمان بحط عليها فلفل مقطع بيديني شكل وطعم حلو خالص. بعد ما تستوي صينية البطاطس بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، بتحط في الرف اللي تحت القريب من النار. بغطيها بأي غطا عندك، ورق فويل، غطا حلة، أي غطا موجود عندك. وأول ما تستوي وتتشرب الصلصة بحط بشيل الغطا عشان تاخد لون. وبكده تكون صينية البطاطس استوت والفيديو بتاعنا خلص. إذا عجبكم الفيديو متنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.